بتبدأ أحداث فيلمنا وبنشوف هنري اللي بنعرف إنه شغال حداد في قرية اسمها قرية الغابة المظلمة، والقرية دي بتحكمها مجموعة من العشائر الوحشية، وبنعرف إن العشائر دي بتحصل بينها خلافات دايما، وفي أغلب الأوقات الخلافات دي بتوصل لمعارك. بنعرف إن هنري مش بيكون شاغل باله بكل الكلام ده، ومش مهتم غير بإنه يجمع فلوس عشان يقدر يتجوز حبيبته سولك اللي بيكون لقبها سيدة الحسن، وبتشتغل في مكان اسمه الزهرة الوردية. وهنري وحبيبته كانوا مخططين يهربوا من القرية ويروحوا يعيشوا في مكان هادي، لكن كل ده ما حصلش والأمور ما مشيتش زي ما هم مخططين، لأن في يوم حاكم القرية استدعى عصابة الأسود الثلاثة اللي بتتكون من الأسد الذهبي والأسد الفضي ومعاهم الأسد البرونزي. وبنعرف إن الزعيم بتاعهم هو الأسد الذهبي، وبيكلفهم الحاكم بنقل شحن الذهب وبيعرفهم إنهم هيوصلوها لقرية الأدغال، ومن هناك يتحركوا عشان يودوا الشحنة دي لقوات الشمال. وبنعرف إن الأسد الذهبي مخلص جدا للحاكم، وإن الحاكم دايما بيعتمد عليه في المهمات الصعبة، لكن للأسف في الطريق الأسد الفضي والأسد البرونزي بيخونوا الأسد الذهبي، وبيقدروا كمان إنهم يقتلوه. وابن الأسد الذهبي اللي اسمه زيني بيعرف باللي حصل، وساعتها بيقرر ينتقم لابوه، وبيتحرك عشان يروح قرية الأدغال اللي أبوه اتقتل فيها عشان يقدر يلحق اللي قتل أبوه ويجيب حقه منهم. وبدأت الأخبار تنتشر والكل عرف باللي حصل مع الأسد الذهبي وإنه اتقتل، وده طبعا معناه إن في شحنة ذهب كبيرة جدا موجودة في مكان في القرية. عشان كده القرية بدأت تتملى بالناس الغريبة اللي بيدوروا على الذهب، وبيظهر وسطهم واحد غريب اسمه جاك. وبنشوف جاك وهو رايح حانة التنين، وبيبدأ من هناك يراقب كل حاجة بتحصل. وفي نفس الوقت بيوصل زيني لقرية الأدغال، ومش بيكون زيني واخد باله إن معمول له كمين من قبيلة القوارض، وبيقع فعلا في الكمين وبيكونوا عاوزين يقتلوه، لكن زيني بيكون قوي جدا وبيقدر يهزمهم كلهم. وبنعرف بعد كده ان الاسد الفضي كان عارف ان زيني بيدور عليهم، وعشان كده بعت له الناس اللي كانوا هيقتلوه. وبنعرف ان في شخص غامض هويته مجهوله بيساعد الاسد الفضي والاسد البرونزي في كل حاجه، والشخص الغامض ده بيتكلم مع الاسد الفضي وبيعرفوا ان شحنه الذهب كبيره جدا وبتتكون من 50,000 قطعه ذهب، لكن مش من السهل انهم يقدروا ياخدوها حتى بعد موت الاسد الذهبي. وده لان الحاكم كان حامي الشحنه كويس جدا ومخلي مع الشحنه اشجع وامهر المحاربين. وكمان الحاكم كان حاطط مبعوث سري محدش خالص يعرفه في وسط الناس اللي مع الشحنة، وهوية المبعوث السري ده بتكون غامضة للكل. لكن الأسد الفضي بيطمنه، بيقول له إنه عنده شخص يقدر يهزم أي حد لأن عنده قوة خارقة. وبنشوف الأسد بيستدعي واحد اسمه جوان، وبيقول له أنت مهمتك إنك هتقتل زيني ابن الأسد الذهبي عشان ما يفضلش يتتبعنا. وبيعرفوا إن المهمة مش سهلة، وإن زيني قوي ومن أحسن الناس اللي بتعرف تقاتل بالأسلحة الحادة، لكنه بيقول لجوان أنا معتمد عليك وواثق إنك أقوى منه وهتقدر تموته. بيفضل جوان مستني زيني، ولما زيني بيوصل بيكون جوان عامل له فخ، وبدأت بينهم معركة، وكانت طبعا معركة مش متكافئة، خصوصا ان زين اكتشف ان جوان عنده قدرة خارقة وبيقدر يحول جسمه لمعدن، وبالتالي بيقدر يصد اي ضرب. مش كده وبس، ده كمان بيأذي اللي بيحاول يضربه. وانتهت المعركة بينهم بالنتيجة الطبيعية، وهي ان جوان انتصر وكمان خلاص كان هيقتل زيني. لكن في مساعد مخلص مع زيني ضحى بنفسه عشانه وقطع الحبال اللي ماسكة السقف اللي فوق المكان. ساعتها السقف وقع عليه وموته، وكمان نزل على جوان ووقعه. وكان هنري الحداد موجود في المكان، وساعتها خد زيني وانقذه، وكمان خده عشان يعالجه. ولما جوان قام من تحت الانقاض لقى زيني مش موجود. وتاني يوم بتوصل شحنة الذهب مع الحراس، وبتكون خطتهم يستريحوا يوم في حانة التنين، وبعد كده يكملوا طريقهم عشان يوصلوا الذهب لمكانه مع قوات الشمال. لكن اول ما الليل بيجي تهجم عليهم عصابة الاسود بقيادة الاسد الفضي والاسد البرونزي، وبتدور بينهم معركة عنيفة جدا. وبنعرف ان اقوى 2 مقاتلين من اللي كانوا معاهم الذهب كانوا التوأم جيمانز اللي بيكونوا في منتهى القوة وبيقدروا يصدوا هجوم عصابة الاسود. لكن فجأة بيظهر شخص غامض بيقدر يرمي اسهم مسمومة على التوأم واللي معاهم، وساعتها التوأم وكل الحراس اللي مع الذهب بيموتوا، وبتقدر عصابة الاسود تسرق الذهب بدون اي مقاومة. وبنشوف بعدها جاك وهو متنكر في زي القرويين، وبيروح حانة التنين وبيبدأ يشوف الجثث بتاعت التوأم والحراس، وبيلاحظ اثار الزئبق الاسود السام على جثثهم. وبيتكلم مع جاك صاحب الحانة وبيسأله مين في القرية يقدر يجيب النوع ده من السم، وصاحب الحانة بيقول له انه مش متأكد، لكن الحداد يقدر يوصل لانواع كتيرة من السموم. وبتوصل الاخبار للحاكم ان الدهب اتسرق، وساعتها بيغضب جدا وبيتجنن، وبيبعت فرقة من اقوى المقاتلين اللي عنده معاهم رشاش آلي، وبيدوم اوامر انهم لما يلاقوا الدهب لو اكتشفوا ان قطعة واحدة ناقصة يحرقوا كل قرية على اللي فيها.
وبنشوف ان الحداد وحبيبته لسه بيراعوا زين اللي بيكون تعبان من اثار المعركه اللي كانت بينه وبين جوان. وبعد فتره مش طويله بيقدر زين يستعيد قوته، وبمجرد ما بيفوق بيطلب من الحداد يصنع له زي جديد ويعمل له اسلحه قويه ويسناه كويس، خصوصا ان جوان كسر له كل اسلحته القديمه وقطع له هدومه في المعركه اللي كانت بينهم. وساعتها الحداد بيوافق وبيوعد نفسه ان ده اخر سلاح هيصنعه بايده. لكن هنا الحداد مش بيكون واخد باله ان العصابه مراقباه، وبتقدر العصابه تقبض عليه وبياخدوه لمكان بعيد وبيبداوا هم وجوان يعذبوه عشان شاكين ان هو اللي بيساعد زيني. وبيتعرض هنري لابشع انواع التعذيب وبيفضلوا يضربوه عشان يعترف انه بيساعد زيني وكمان يقول لهم على مكانه، لكنه بيستحمل الالم وبيرفض تماما انه يساعدهم. ولما بيفضل مصمم على موقفه ساعتها جوان بيقطع ايديه الاتنين عشان حتى لو بيساعد زيني ما يقدرش يصنع له اي اسلحه. وبعد ما بيقطعوا ايده وبيرموه عشان الكلاب تيجي تاكله، جاك بيكون واقف مراقب كل ده وما قدرش يتدخل، لكنه بياخده عشان ينقذه ويوديه لمكان سري ويبدا يعالج جروحه قبل ما يموت من النزيف. وبعد فتره بيقدر هنري يخف وبيطلب من جاك انه يساعده عشان يقدر يعمل افضل سلاح، وجاك بيوافق. وبنعرف ان هنري في شبابه كان ملتحق بمدرسه العاب قتاليه صينيه وتعلم فيها كل حاجه تخص القتال، وتعلم كمان عن تحمل الالم والسيطره على العقل وكمان معرفه نقاط الضعف في كل جسم انسان. وبيقدر هنري يطبق كل اللي اتعلمه وبيستحمل الالم، وبيخلي جاك يصنع له ايدين من حديد، وفعلا جاك بيقدر يصنعهم بتوجيهات هنري. ولما بيخلص صناعتهم كون هنري صحته بقت افضل، وبنشوفه بيستحمل الالم الرهيب بتاع الحديد المصهور وهو بيلحم في الباقي من دراعه في الدراع الحديد اللي جاك عمله له، وبكده بيكون ايده البشريه والايد الحديديه حته واحده. وبعد كده جاك وهنري بيستدعوا زيني عشان يبقوا فريق واحد، خصوصا ان كلهم بيواجهوا نفس العدو وهو عصابه الاسود وكمان جوان. وفي نفس الوقت بنعرف ان صاحبه الحانه اتحالفت مع عصابه الاسود وعرضت عليهم مكان سري مفيش اي حد في القريه يعرفه عشان يشيلوا فيه الذهب اللي هم سرقوه. وبنتفاجئ ان الشخص الغامض اللي كان بيساعد الاسد الفضي هو مساعد خاين للحاكم ولقبه الخنجر. لكن كل الوقت ده مش بنكون عارفين مين هو المبعوث السري اللي الحاكم مخليه مع الذهب، وبتكون هويته لحد دلوقتي مجهوله للكل. بنروح بعد كده لجاك اللي بيعرف من طفله صغيره في القريه ان عصابه الاسد الفضي مخبيه الذهب جوه الحانه، وان البنت عارفه الطريق للمكان اللي هم خبوا الذهب فيه. وساعتها جاك وهنري وزيني بيجهزوا نفسهم وبيروحوا للحانه عشان يقدروا يجيبوا الذهب. لكن اللي محدش عارفه ان صاحبة الحانة بيكون عندها عصابة خاصة بيها، وبنعرف ان ولائها اصلا للامبراطور. ولما عصابة الاسد الفضي بتعرف بتدور بين عصابتها وبين الاسود معركة عنيفة جدا، وبتقدر عصابتها تقتل عصابة الاسود، لكن بنلاحظ ان الاسد الفضي مش موجود في المعركة. وسوك حبيبة هنري بتكون معدية جنب الحانة، ولما بتشوف المعركة بتدخل جوه الحانة وبتقدر تقتل الاسد البرونزي، لكن بتاخد طعنة وبتتصاب اصابة خطيرة. وبيوصل هنري للحانة لكن بعد فوات الاوان وبيلاقي سوك حبيبته بتطلع في الروح وبتعرفه ان جوان هو اللي قتلها. وبكده هنري بقى ليه ثأرين عند جوان، الدلة اتقطعت وكمان حبيبته اللي ماتت. في نفس الوقت ده جاك وزيني بيكونوا مع البنت الصغيرة اللي بتوصلهم لمكان الذهب اللي قالت لهم عليه، لكن بيتفاجئوا هناك بالاسد الفضي ومعاه المساعد الخال للحاكم. وبنتفاجئ ساعتها ان جاك هو المبعوث السري اللي الحاكم كان بعته مع الذهب. وبتبدأ معارك قوية جدا بين زيني والاسد الفضي وكمان بين جاك والمساعد الخال للحاكم. وطبعا هنري مش بيكون شاغل نفسه غير بانه يلاقي جوان عشان ياخد حقه منه. وبعد معركة عنيفة بيقدر جاك يقتل مساعد الحاكم، وكمان زيني بينتقم من الاسد الفضي وبيقتله. وبنروح لاخطر معركة اللي بتكون بين هنري وجوان. وعلى الرغم ان هنري عايز ينتقم من جوان، لكن ده بيكون صعب جدا لان جوان اقوى منه بكتير بسبب قوته الخارقة. وفعلا بيقدر جوان يهزم هنري وبيروح يجيب حديد تقيل جدا عشان يحدفه فوق دماغه ويموته. لكن في اخر لحظة هنري بياخد باله ان جوان عنده نقطة ضعف في رقبته، وبيفتكر هنري كل اللي اتعلمه في مدرسة الفنون القتالية الصينية، وان كل انسان مهما كانت قوته عنده نقط ضعف. وبيقول هنري لنفسه لو قدر يركز على نقط الضعف دي هيهزم جوان مهما كانت قوته. وبيقدر يستجمع قوته وبيقوم من على الارض وبيبدأ يوجه ضرباته لنقط الضعف اللي عند جوان. وبيلاحظ هنري ان كل ما قدر يضغط على نقطة الضعف بتاعت جوان بقت قدرة جوان على انه يتحول لمعدن ابطأ واضعف. وبيقدر في النهاية هنري يقتل جوان وياخد حقه وحق حبيبته. وبيوصل جنود الامبراطور للمكان وبيكونوش عارفين ان كل العصابة اتقتلت، وعشان كده بيستعدوا للهجوم وبيجهزوا الرشاش الآلي اللي معاهم. بيطلبوا من الكل يستسلموا ويسلموا الذهب في 5 ثواني، ولو ده ما حصلش هيبدأوا يقصفوا الحانة بالرصاص. والمشكلة ان الحانة بيكون جواها اطفال صغيرين كتير، وبيبدأ فعلا جنود الامبراطور يجهزوا نفسهم عشان يضربوا في اتجاه الحانة. لكن في اخر لحظة بيظهر جاك وبيطلع لهم الشارة السرية بتاعة الامبراطور، بيعرفهم ان المبعوث السري للامبراطور مع الذهب. ساعتها القائد بتاع الجنود بيديهم امر ان محدش يضرب،
وبكده يكون جاك أنقذ كل الأطفال الموجودين في الحانة وأنقذ كمان كل الأبرياء اللي في المكان. وجاك بيتكلم مع قائد الجنود بتوع الإمبراطور وبيعرفهم إن كل شيء تحت السيطرة وإن الدهب معاه. تاني يوم الجنود بتوع الإمبراطور بياخدوا كل القطع الذهبية وبيتأكدوا فعلا إن عددها كامل، وبيكملوا الرحلة عشان يوصلوا الذهب لقوات الشمال. وجاك بيودع هنري وبيتحرك معاهم، وعلى الرغم إن هنري حزين جدا على حبيبته لكن بيختار يفضل عايش في نفس القرية بعد ما بقت خالية من الشر والعصابات. وبس كده بتنتهي أحداث فيلمنا. ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة عشان تشوفوا كل جديد بنقدمه، واستنونا في أفلام جاية كتير. ولو في فيلم عايزنا نلخصهولك اكتبه في التعليقات، وسلام.